أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أول رسالة عايز أوجهها لجمهور نادي الزمالك: ما أسمعش حد يقول حازم إمام رئيس نادي الزمالك القادم. حازم إمام غير مفيد لنادي الزمالك في أي قضية تخص نادي الزمالك، سواء كان موجود في اتحاد الكورة أو موجود في الاستوديوهات التحليلية. مفيش مرة حازم إمام وقف وخد موقف عشان خاطر نادي الزمالك. أول حاجة، حازم امام سلبي جدا، مش صاحب قرار. شخصيته ضعيفة، راجل محترم على دماغنا من فوق، لكن لا يصلح لرئاسة نادي الزمالك او ان هو يمسك منصب في اتحاد الكورة. ثانيا، كهربا مش هيتوقف. الكلام ده قايله احمد شوبير من 3 شهور، من قبل ما تصدر اي عقوبة على كهربا، من اول ما لجنة الانضباط بدأت ان هي تحقق في الفيديوهات بتاعت كهربا. مين اللي بيدير الكورة في مصر؟ اتحاد الكورة العار اللي موجود، ولا احمد شوبير واعوانه؟ الفساد هيدمر الكورة في مصر. الفساد عمرنا ما هيخلينا نحقق انجاز. الناس دي لازم تبعد عن الوسط الرياضي بالكامل. هو ليه طلع العقوبة دلوقتي؟ طلع العقوبة وبعد كده هيبقى في تظلم على العقوبة، تفضل الدنيا مطولة معانا لحد ما يجي قرار الفيفا في قضية كهربا وهروبه من نادي الزمالك، سواء هيتوقف او هيدفع الغرامة. بعد كده التظلم اللي عامله كهربا يأكد العقوبة. لو كهربا اتوقف 6 شهور يأكد العقوبة اللي هي ال 12 مباراة. لو كهربا مش هيتوقف، كبير العقوبة زي ما انا قلت لك قبل كده في فيديو، اخرها هتبقى 4 ماتشات. ارحموا الكرة المصرية من الفساد من اجل تحقيق الانجازات.